الخطورة في الاي اي مش ان هو اصلا ممكن يستبدلك، الخطورة اكبر بكتير جدا من اللي في خيالك. الاي اي ممكن يبدي كاريرك اصلا من الاساس قبل ما يبتدي، وصدقني انت محتاج تشوف الفيديو ده للاخر، وخصوصا لو عايز تشتغل في المجال الابداعي. شايف الصورة اللي قدامك دي كانت مكنة الحلاقة زمان، وما اعتقدش ان انت ممكن كنت شفتها قبل كده اصلا. وبعدها طلعت مكنة الكهرباء اللي منتشرة جدا في كل مكان. بس مش ملاحظ حاجة؟ في حاجة لسه ما اتغيرتش، الحلاقين لسه موجودين، الحرفة نفسها لسه موجودة. بس في سؤال، ولسه في حد بيحلق بالمكنة القديمة دي اصلا دلوقتي؟ هو الاكيد انه لا، بس برضه الحلاقين لسه موجودين، الادوات بس اللي اتغيرت واتطورت. وانت بتعرف الحلاق الشاطر مش عشان خاطر هو معاه احدث مكنه او محله مليان اضاءات، انت بتحكم عن الحلاق ده شاطر في ان هو بيقدر يساعدك تختار القصه اللي تليق على وشك، اللي تليق على شكلك، او مثلا انه ازاي بيدرج الشعر، او ان هو ازاي يظبط تفاصيل الحواف بتاعت الشعر دي. نفس بقى القصه دي بتحصل في مجالك انت دلوقتي، سواء انت شغال جرافيك ديزاينر او 3 دي ارتست او انيميتور او كاتب، باختلاف كافه المجالات الابداعيه اللي احنا بنتكلم فيها. لازم تبقى فاهم قوي ان الذكاء الصناعي مش بديل عنك، هو اداه ذكيه بتخلي شغلك اسهل، اسرع، تساعدك ان انت تستكشف طرق جديده او افكار جديده ما كانش تخطر على بالك قبل كده، او على الاقل بالسرعه والسلاسه دي. على سبيل المثال، افضل الناس ال 3 دي ارتست اللي بيطلعوا شغل بالاي اي هم اصلا في الاساس 3 دي ارتست محترفين، لان المحترفين دول فاهمين الاضاءه والزوايا والماتيريالز والكومبوزيشن بتاع كل سين المفروض يطلع ازاي. وده كله معناه ان هم فاهمين الحرفه، فاهمين الصنعه، التركايه، ايه اللي اعمله ايه اللي ما اعملوش. انت لو جبت 3 دي ارتست وقلت له مفيش برامج 3 دي تتعامل معاها، بس احنا محتاجين نعمل السين الفلاني بالصلصال، هيفهم هو محتاج اضاءه شكلها عامل ازاي، زاويه الكاميرا هنحطها عامله ازاي، ايا كان الميديوم او الاداه اللي بيتعامل معاها، هيقدر يخرج منها مشهد يناسب البراند او يناسب البيزنس اللي هو شغال ليه. فنصيحتي ليك دلوقتي، ابدا اتعلم المجال اللي انت بتحبه، ذاكر اساسياته، افهم المبادئ بتاعته، حاول تفهم الصنعه وشغلك اكتر، وكفايه خوف من الذكاء الصناعي وعامله ان هو رفيقك في الرحله دي. خليه يساعدك تتعلم اسرع، ناقشه في الافكار اللي انت مش فاهمها، خويه ما تبقاش منافس ليه. وفي النهايه متحمس جدا اسمع رايك في الكومنتات، شايف المجالات الابداعيه بتنتهي ولا بتتطور اسرع من المتوقع؟ وبصراحه انا ما كنتش عايز اقول كده، بس متنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان ده بجد هيساعدني ويحمسني ان انا اعمل فيديوهات تانية كتير. شكرا، سلام.